عودنا معكم مشاهدينا الكرام ببرنامج الاستحقاق هذه الليلة مباشرة من العاصمة البلجيكية بروكسل مع نائب الرئيس السوري السابق الأستاذ عبد الحليم خدام. انطلاقا أستاذ عبد الحليم خدام من الكلام الذي أشرت إليه بأن هناك مصلحة إسرائيلية في بقاء هذا النظام. طبعا هذه وجهة نظر، هناك وجهة نظر أخرى لن نعتمد أيا منها، لكن كان في قضية موضع يعني هيك تجاذب إعلامي إذا صح التعبير حول إبراهيم سليمان الذي قيل من جهة أنه موفد الرئيس بشار الأسد إلى إسرائيل، ومن جهة أخرى نفى الرئيس بشار الأسد أن يكون إبراهيم سليمان موفدا ويتحدث باسمه. من نصدق؟ إبراهيم الأسد مواطن. إبراهيم الأسد؟ إبراهيم سليمان نعم، مواطن سوري من منطقة طرطوس. نعم، كان وثيق الصلة للرئيس حافظ الأسد وهو وثيق الصلة لبشار. نعم. أجرى عدة اجتماعات مع الإسرائيليين لحساب مين؟ يعني هو فاتح دكان سمسار مكلف. بس بشار الأسد نفى. يعني علي بابا ما هي أول كذبة بيكذبها. نفى. بشار ما نفى بالمطلق، لا، بشار قال إن في ناس كثير بيروحوا بيجوا، نحن ما كلفنا حدا نسمع له. كلامه لإبراهيم سليمان بالكنيسة كلام واحد واسع، إنه نحن وصلنا لاتفاق لو توافق عليه الحكومة الإسرائيلية تبقى أمور صغيرة خلال فترة بسيطة بيتفقوا عليها. هذا كلام ما واحد عم يشتغل لحسابه فاتح دكان لحسابه، هذا واحد مكلف. يعني الإسرائيليين من هبل حتى يفاوضوا لإبراهيم سليمان 5 جلسات، ولذلك هذا أمر النفي غير صحيح. يعني أنت تعتقد بأنه ليس عملا فرديا وإنما عملا يعني من ضمن إطار منظومة المفاوضات إذا صح التعبير؟ هلا هو في عدة أسباب للعملية. أول سبب بده يدخل لأمريكا عبر البوابة الإسرائيلية، يعني بفاوضة تفضلوا نحن بنساوي سلام إلى آخره، حتى يستفيد من الإسرائيليين في الضغط الأمريكان ليفتحوا له باب. 2 حتى يشجع الديمقراطيين. معروف الديمقراطيين هم الأكثر صلة بإسرائيل من الجمهوريين. هو بيعرف ما في معطيات يوصلوا للاتفاق، لا هو قادر يساوي اتفاق ولا الإسرائيليين في ظروفها الراهنة قادرين يساوي اتفاق. لكن هذا عملية الهدف منها تطمين الإسرائيليين وبالتالي الاستفادة منهم لفتح البوابة الأمريكية. يعني الهدف هو فقط لتقطيع الوقت أو ربما لتهدئة الأمور مع الولايات المتحدة، لكن ما يعني بهذا المعنى ما في خطر من انفصال سوري عن إيران في هذه المرحلة، وهذا ربما ما كانت تحاوله يعني كوندوليسا رايس، يعني ربما في تحرك أمريكي لفصل سوريا عن إيران. شوف لك يعني مشكلة بعض الدول بيشوف الأمور ببساطة كثير بسذاجة. لا يمكن. قصدك أمريكا؟ يعني أمريكا وغير أمريكا. نعم. هذا النظام لا يستطيع بشار الأسد أن ينفصل عن إيران. حمايته موجودة في إيران. ليش؟ هو متهم بقتل رفيق الحريري، وسيلة الوحيدة ليعتقد بتخربط المحكمة وبتخربط تشكيل المحكمة حزب الله. حزب الله قراره عند مين؟ ما عند بشار الأسد، قراره عند إيران. وبالتالي لكن الأكسجين من سوريا، حتى الأكسجين من إيران، لأنه هو ما عنده أكسجين يعطيه. هو جسر عبور إيراني. هو جسر العبور. نعم. لقاء هذا العبور توفر له الحماية. في غرفة عمليات مشتركة أمنية سورية إيرانية، من مهامها كيف بيحموا النظام. فلذلك يعني الأمر ما بهالبساطة.
يعني الأمر من الصعوبة، من استحالة التفريق. يعني حتى يترك إيران مين بيضمن له تحقيق الدولة أو منع المحاكمة؟ وين وصل التحقيق الدولي؟ تحقيق الدولة أنا بعتقد، قناعتي ما عندي معلومات، أن قرب يوصل للنهايات، ولكن الأمر مرتبط بتشكيل المحكمة. تشكيل المحكمة وين وصل؟ تشكيل المحكمة أنا بعتقد ماشي، بتطلع المحكمة من مجلس الأمن. لكن الرئيس بشار الأسد أشار بكل وضوح بأن سوريا، ومش بس الوحيد، يعني كل المسؤولين معه أشاروا بأن سوريا غير معنية في هذه المحكمة، لم تجري استشارتها في تشكيل هذه المحكمة، وأهم من ذلك الموقف الأخير للرئيس بشار الأسد هو بأن القرار الوطني هو فوق القرار الدولي. يا أستاذ علي، أنت إذا بدك تاخذ الشيء الجدي عند بشار الأسد شو بيحكي خذ عكسه. نبي بري بيقول له لوليد جنبلاط أخي خذوا المحكمة من خارج لبنان وريحوني. سوريا بشار ما في يسمع كلمة محكمة دولية. كيف ما له علاقة؟ إذا ما له علاقة ليش المناقشات اللي جرت في مجلس الأمن وجرت مع المكتب القانوني للأمين العام للأمم المتحدة خلال أشهر طويلة والحكي عنها نقول ميشيل؟ خوفا من التسييس أو من محاولة استهداف الموقف السوري السياسي. إذا كان ما له علاقة، إذا بيعتبر حاله ما له علاقة وبريء، مينه بحاجة يحط حاله بالموضع الاتهام. يعني أنت بتعتقد نبي بري مبسوط لأنه بهالوضع اللي هو فيه؟ ما بعرف، ما في أنا حد حالي بقول لك ما محله. مبسوط. أنا بعرف نبيه كيف بيفكر. كيف بيفكر نبيه بري؟ نبيه يتمنى الخلاص من المحكمة لأنه هو يعتبر حاله مستهدف. نبيه ما إجا تهديد كمان لنبي بري. هلا طبعا أبو مصطفى أكيد بده يسمع، بتقول لا ما صحيح، لكن صحيح إجا تهديد. وهو حكيان إجا تهديد من أحد المسؤولين الأمنيين السوريين. دير بالك يا أبو مصطفى، في مؤامرة أمريكية لاغتيالك. شو هذا يعني؟ يا أخي إذا انقتلتنا نحن اللي بدك تنقتل، دير بالك. حزب الله ليش بده يندفع الاندفاع ويغامر بكل إنجازاته في لبنان وبتاريخه وبتراثه مشان المحكمة الدولية؟ مشان شو؟ إذا كان بشار أسد ما له علاقة، ولذلك متحمس، أو بشار القاتل وحزب الله عم يدافع عنه. هذه المعادلة. طيب لكن السؤال هو أنه أيضا الرئيس بشار الأسد أشار أيضا بوضوح بأنه إذا كان هناك من متهمين سوريين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، أولا بيكونوا خونة آلة بعدة مناسبات ويتم محاكمتهم أمام القضاء السوري حفاظا على السيادة الوطنية السورية وليس أمام المحاكم هذا الدولية. كلام واحد جاهل. كلام واحد جاهل أو واحد متجاهل. ليست هناك سيادة للدول في حدود الاتفاقات التي توقعها مع الغير. سيادة الدول تتحدد في ضوء اتفاقيات، تتنازل الدولة عن سيادتها. سوريا وقعت على ميثاق الأمم المتحدة بما فيه الفصل السابع. هذا الميثاق أعطى لمجلس الأمن حقوق على الدول، سيادة مجلس الأمن فوق سيادة الدول، السيادة الوطنية للدول. ولا بالحالة هذه إذا ما بهالمنطق شو بيعني مجلس الأمن؟ شو بتعني قراراته؟ شو بتعني؟ ما في دولة بتنفذ. فهذا منطق الغاية هو يقول أنا عم أدافع عن سيادة سوريا، عم أدافع عن كرامة سوريا، حتى يصير الناس إنه عمل يا ناس انتبهوا أنا عم أدافع عن كرامة البلد وسيادة البلد. هل نجح بهالمعنى أنه يستثير نوع من العصبية من تكتل الشعب وراءه؟ الشعب السوري، الغالبية الساحقة للشعب السوري بتتابع أمور المحكمة
أكثر ما بيتابعوها اللبنانيين، لأنه بيعتقدوا أنه هذه المحكمة ستكون أحد العوامل بتساعدهم من الخلاص من عبء هذا النظام. بعد الفاصل القصير منتابع معكم بالقسم الأخير من برنامج الاستحقاق مع الأستاذ عبد الحليم خدام، ويدور هذا المحور الأخير حول المعركة فوق أرض لبنان بين النفوذ السوري وبين الحالة الاستقلالية. خليكم معنا.